لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله إلا الله. السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. أنا عاودت وليت ليكم وجبت لكم هاد الفيديو، هاد الحلوة اللي بزاف هايلة ومليحة يعني للعيد الكبير. كيما راكم تشوفوا رانا مع التكبيرة تاع العيد. خلوا يعني هذا اليوم يوم هايل بزاف للدعاء والتكبيرات، ويعني بزاف حفايس ديروهم اليوم بزاف هايل هاد اليوم وبزاف يعني مليح كيما نقولوا. جبت لكم اليوم لا فيديو تاعنا تاع اليوم، جبت لكم هاد الكاطو اللي سهل وخفيف وبنين وهايل ويذوب في الفم. هذا الكاطو تاعنا نروح نجوزو لطريقة التحضير كيفاش درنا هذا الكاطو تاعنا، كيفاش يعني الطريقة تاعو سهلة بزاف كيما قلت لكم. قادرين في 5 دقائق تنوضي ديريه سمسم. يعني المقادير كامل موجودة في البيت وكل شيء يعني موجود في يعني كامل المقادير كما قلت لكم موجودين في البيت. هنايا عندي 250 غرام تاع الزبده، دربتها مليح هذيك 250 غرام تاع الزبده باش يعني تولي لكم هكاك شغل كريمه. بعد ما دربتها مليح ضفت لها نص كاس. يعني ما تشوفوش انا المقادير تاعي راني ضاعفت الكميه. صافي نتوما ديروا تحت النص كاس تاع 250 غرام تاع الزبده، ديروا تحت نص شويه تاع الزيت. ثاني ضربتهم مليح كما راكم تشوفوا حتى ولات لي هكايا كريمه باش يعني هذاك الزيت والزبده يتخلطوا مليح باش كي تكونوا تخدموا به ما يتصفلكمش هذاك الزيت وحده والزبده وحدها. بعد هنايا واش ضفت 2 حبات بيض كاملين وحبه بيض صفر وحدها. ثاني ضفت هنايا كاس تاع السكر كلاصي ما يكونش معمر باش ما تجيكمش حلوه في 250 غرام تاع الزبده. كما قلت لكم انا هنايا راني ضاعفت الكميه، صافي ما تعمروش هذاك الكاس باش ما تجيكمش حلوه بزاف. وزدت هنايا ثاني لافاني، خلطتهم هكايا مليح كما راكم تشوفوا. يعني كيفاش راني نخلط بالباتور، خلطتهم هكايا مليح حتى ثاني نجنسو كامل هذوك المقادير. ومن بعد يعني حبست هكايا وضفت هكا مغرفه تاع الخميره تاع الكاطو. ثاني خلطتها هكا غير شويه مع كاس تاع المايزينا. دوك تشوفوا هكا يعني ضفت هكا الكاس تاع المايزينا. ثاني غربلوها باش يعني تتفاداو هذوك الحبيبات. عفوا هكا كيما راكم تشوفوا راني نغربل فيها يعني كامل كيما قلت لكم، يعني باش تتفاداو هذوك الحبيبات لازم تتغربل كما قلت لكم. نزيدوا هنا ثاني نضربوهم مليح هذيك الخميره مع المايزينا باش ثاني تدخل هذيك المايزينا كامل في الزبده تاعنا.
هذا الوصفة كما قلت لكم بزاف 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 هايلة، وراح توجدوها ثمثم يعني قادرة ذوك تنوضي ثمثم تضربي كلش وتوجديها في دقيقة، يعني ما راحش تشد لك اليد ولا ما راحش يعني اللي تعجزي عليها. وطريقة التحضير تاعها سهلة بزاف بزاف. دوك تشوفوا كيفاش راح نديرها. وهنا ثاني كيما قلت لكم راني نضيف هنايا في الفارينة، ضفت هنايا 2 كيسان ونص تاع الفارينة في 250 غرام تاع الزبدة باش تجيكم طرية بزاف بزاف وتقدروا تخدموا فيها في لابوش. والفارينة تاعكم على حسب النوعية تاع الفارينة تاعكم الا كانت تشرب ولا لا. ثم ضيفوا غير بالعقل بالعقل، الا شفتوها بدات تيبس لكم حبسوا ما تزيدوش الفارينة. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. زدت خلط مليح مليح هذيك الفارينة، دخلتها مليح مليح في المكونات تاعنا. شوفوا كيفاش يعني القوام تاعو اللي بزاف بزاف جا خفيف وجا هايل. هاد العجينه ولا الكريمه انا سميتها يعني هنا كريمه ماشي عجينه باسكو جات بزاف كشغل كريمه خدمتها مليح مليح، خدمتها مليح مليح بالباتور. شوفوا هنايا يعني راني بديت درتها هكا في لابوش ادوي، راني بديت نخدم هكا، راني ندير هكا في الوريدات ولا شكلوا الشكل اللي تحبوا، كل واحد وكيفاش يحب يشكلها. حب يشكلها صبيعات هكايا، حب يشكلها هكايا وريدات، الشكل اللي حبيتو شكلوها هكا كيما راكم تشوفوا. راني شكلتها كامل هكايا وراح نديرها دوكا هكا، راح نديرها طيب. وبعد ما تطيب لي نديرها يعني تطيب لي على حساب كل واحد الفور تاعو، كل واحد كيفاش عنده الفور تاعو. نخلوها طيب. بعد ما تطيب لي راني نحيتها كامل. شوفوا كيفاش جاتني بزاف هايله وبزاف مليحه. هذا الكاطو تاعنا كيما قلت لكم بالك وبرك عليه باسكو جاي تفتت في اليد، جا بزاف بزاف هشيش وجا خفيف بزاف بزاف. هنا واش راح ندير، انا حكمت كل 2 حبات هكايا، راني رايحه نلصقوهم هكايا بالمعجون، ولا حبيتوا تخلوهم هكا بشكل يعني هكا وحده، ولا تحبوا تشكلوهم هكا يعني انا وريت لكم برك يعني الطريقه. هنا راني لصقتهم كامل بالمعجون وضفت لهم درت لهم هكايا من الطرف نواه كوكو كاختياري ثاني، اللي عنده يدير اللي ما عندوش خليهم هكا. لصقوهم غير بالمعجون وخلوهم على جهه. هاي ليك بعد ما وجدت لي كامل، بعد ما كملتها كامل هذاك الكاطو تاعنا. شوفوا كيفاش يعني خرجت لي كيما قلت لكم، خرجت بزاف 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 هشيشه وبزاف يعني تفتت هكا في اليد. غير بالك وبرك عليهم باش يعني تقدروا يعني تقدموها وتقدروا يعني تاكلوها. شوفوا يعني ثاني بعد ما كملتها كامل حكمت شويه هكا المعجون ودرته لها هكايا غير في الوسط ثاني كاختياري، وتزيد تعطيكم منظر بزاف شباب وبزاف هايل. اذا عجبكم لا فيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوليش جام خياتي. راني محتاجة بزاف الدعم تاعكم والاشتراك تاعكم في القناة باش تطلع لي قناتي، وان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف بزاف حفايس. ما عليا غير نقول لكم كامل صحة عيدكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. اتهلاو في رواحكم، عرفي مليلي.